اهلا بكم طلاب الثانويه العامه في كل مكان. معاكم مستر محمد الصاوي. النهارده هناخد كلمات يونت 2، وزي ما اتعودنا مع بعض الجزء الاول من الكلمات هو الكي فوكاب، الكلمات المهمه والجديده علينا في اليونت، والجزء الثاني هو الامبورتنت فوكاب وكلمات الهامه بقيه كلمات اليونت. يلا بينا مع بعض نبدا الجزء الاول بالكي فوكاب. ومعانا أول كلمة مع بعض وهي كلمة ستيريوتايب. ستيريوتايب معناها بالعربي صورة نمطية أو صورة تقليدية. يعني إيه صورة نمطية وصورة تقليدية؟ بيقول لي لما تكون أنت أخد انطباع عن شخص معين، انطباع ما يكونش حقيقي، ويفضل الصورة دي طول عمرها في بالك، دي اسمها الصورة النمطية. يعني أنتوا مثلا واخدين انطباع صورة نمطية إن المدرسين كلهم على قلبهم فلوس قد كده، وهم في الحقيقة لأ. يا دي النيل قروا بقى على العالم. بعد كده عندنا كلمة contribute. contribute معناها يشارك أو يساهم. النون بقى منها contribution. contribution هي المساهمة أو المشاركة. معانا بعد كده كلمة prodigious. prodigious. prodigious هي نطقها صعب شوية، بس لو كررتها كذا مرة هتثبت معاك. معناها إيه بقى؟ معناها تحيز. تحيز، احنا خدنا كلمه قبل كده اسمها تحيز في يونت 1 لو فاكر، كلمه اسمها bias. bias دي معناها تحيز. معانا بعد كده lecture. lecture معناها محاضره. lecturer. lecturer محاضر، الشخص اللي بيدي المحاضره. معانا كمان role model. role model يعني نموذج او قدوه يحتذى بها. معانا كمان determine. determine فيرب بمعنى يحدد أو يقرر، تقدر تقول بتساوي decide. determine يحدد يقرر بتساوي decide. الصفة منها بقى determined. determined معناها مصمم على فعل شيء أو عنده عزيمة إنه يعمل شيء معين يعني. عندي بقى كمان الناون determination. determination. determination ده الإيه؟ العزيمة والإصرار على فعل شيء اسمها determination. معانا بعد كده physics. physics هي مادة الفيزياء. وكمان معانا physicist. physicist هو عالم الفيزياء. بعد كده award. award معناها جايزة أو يمنح جايزة، verb ونون. rank. rank. rank معناها يصنف، verb بمعنى يصنف. يعني مثلا يقول لك مثلا تصنيف مصر في التعليم آخر دولة. بعد كده عندنا obstacles. obstacles معناها عقبات. عقبات هنا حاجة بتعوقك. qualify. qualify verb بمعنى يؤهل أو يتأهل، يعني انت تخش الجامعة عشان تتأهل ويعني تحصل على مؤهلات. qualified. qualified معناها مؤهل، يعني حاصل على مؤهلات، دي adjective. كمان معانا qualifications. qualifications اللي هي المؤهلات ذات نفسها. معانا كمان overcome. overcome. overcome معناها يتغلب على. كراتيه. كراتيه هي لعبة الكراتيه. round. round معناها جولة. جولة في مباراة مثلا، لو في المصارعة زي ما انتم عارفين كده، في الجولة الأولى الجولة الثانية الجولات دي كلها اسمها راوند. بودكاست. بودكاست اللي هو زي كده إذاعة رقمية أو حاجة شبه الراديو كده، تسمع بودكاست زي ما انت عارف كده اللي بتسمعه على الموبايل بتاعك. تورنمنت. تورنمنت معناها دورة رياضية زي بطولات وزي الدوري كده كرة القدم يعني. كمان معانا فارماسيست. فارماسيست. فارماسيست يعني صيدلي. ما ننساش ان الصيدليه معناها فارماسي. فارماسي. كده خلصنا الكي فوكاب، وتعالوا نروح مع بعض للامبورتنت فوكاب وباقي كلمات يونت 2. ويلا بينا نروح للجزء الثاني من كلمات يونت 2. معانا اول كلمه وهي confident. confident معناها adjective بمعنى واثق. النوع منها بقى confidence. confidence اللي هي الثقة. معانا كمان verb reflect. reflect
معناها يعكس. court خدناها في يونت 1 بمعنى محكمة، دلوقتي عندنا في يونت 2 بمعنى تاني وهو ملعب تنس. معنا كمان كلمة scholar معناها عالم. لو حطينا كلمة ship يبقى scholarship معناها منحة دراسية. معنا كمان كلمة naughty يعني شقي أو مشاغب. كمان معنا كلمة significant معناها مهم، تقدر تقول بتساوي important. معانا كلمات تانية زي grumpy معناها غاضب، تقدر تقول بتساوي furious. معانا كمان كلمة cross برضو معناها غاضب. better natured معناها هادئ الطبع أو هادي يعني. وكمان معانا كلمة patient معناها صبور. tips معناها نصايح أو ملاحظات. attend معناها يحضر. defy معناها يتحدى، تقدر تقول بتساوي challenge. flood معناها فيضان، كمان verb معناها يفيض. apologize معناها يعتذر. invention يعني اختراع. كمان معانا spark معناها يلمع أو كمان نوع بمعنى بريق. grades اللي هي درجات الطلاب. grades. innovate معناها يبتكر، وعندي innovation اللي هو الابتكار. ambition الطموح. خد الصفة منها كمان ambitious معناها طموح أو عنده طموح يعني. demonstrate verb بمعنى يوضح. stem school مدارس STEM بتاعت المتفوقين. straw معناها قش. bright معناها لامع، تمشي كمان بمعنى ذكي يعني intelligent. معانا كمان technical معناها فني. عندي verb اسمه motivate معناه يحفز. وعندي كمان motivated الادجكتيف اللي هي معناها متحفز. challenges معناها تحديات. formula لها معنى وصفة أو معنى معادلة. هنا بقى في اليونت بتاعنا ذكرت ان هي المعادلة او الوصفة بتاعت النجاح. بيقول لك ان الهارد وورك العمل الجاد والديترمينيشن التصميم هما الفورمولا المعادلة اللي هتوصلك للنجاح يعني. biography اللي هي السيرة الذاتية. speculate معناها يتنبأ. clay اللي هو الطمي او الطين. major معناها رئيسي او هام. وكلمة majority انه منها majority معناها الأغلبية. معنا كمان كلمة swing يعني مرجيحة. كمان معنا adventure مغامرة. unique يعني فريد من نوعه. miserable يعني بائس. simple رمز. assume معناها يفترض. attitude معناها سلوك أو اتجاه رأي معين يعني. generate معناها يولد كهرباء أو يولد طاقة زي كده generator اللي هو المولد. electricity الكهرباء. fixed معناها ثابت. equality معناها مساواة. inequality معناها عدم المساواة. cheerful معناها مبتهج. figure معناها ليها كذا معنى، يا اما معنى شخصية زي public figure شخصية عامة، او figure يعني رقم من الارقام يعني figures ارقام. طيب بعد كده معانا كلمة noticeable اللي بتساوي remarkable اللي معناهم ملحوظ. معنا بعد كده كلمة graph
اللي هو الرسم البياني أو الرسم التوضيحي. eye contact eye contact تواصل بصري. judge verb بمعنى يحكم، وكمان noun بمعنى القاضي، هو القاضي في المحكمة. atom اللي هي الذرة. mental عقلي. raise لها معنى يرفع، أو كمان لها معنى بمعنى يربي شخص يعني. female اللي هو أنثى اللي عكسها ميل الذكر. معنا كمان verb purify معناها ينقي. percentage معناها نسبة مئوية. fair هنا noun مش صفة، معناها معرض، لكن الادجكتيف منها الصفة منها معناها عادل. معنا كمان inspire معناها يلهم، لو حطيت لها ed inspired معناها ملهم، لكن حطيت لها ing inspiring معناها ملهم. وكمان ما تنساش inspiration هو الإلهام. compete يتنافس، جاي من competition منافسة. recognize يتعرف على. pause يعني يتوقف أو وقفة. لما تيجي تشغل أغاني مثلا وعملت إيه، دوست على كده زرار البوز اللي بيوقف الأغاني وترجع تشغلها تاني. معانا بعد كده pattern اللي هو نمط أو صيغة. معانا بعد كده superb معناها ضاحية أو حي سكني. conform يتوافق مع. disabled adjective بمعنى معاق. وبكده نكون خلصنا بقى كلمات يونت 2. وما تنساش تدعم القناة وتعمل سبسكرايب وتشير لو فادتك المعلومة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.